وانت بتلعب الاهلي استحمل. ضيعت استحمل. ما ضيعتش استحمل. الاهلي بيكسب سيراميكا 5-2. اول مختلف طبعا الشوط الثاني. الشوط الاول احنا كنا بنلعب سيراميكا بتاعت السوبر، فاهم، اللي بتبقى قلبه على برشلونه بتاعت هانز فليك. لكن الشوط الثاني احنا عادي بنلعب فريق زي اي فريق طبيعي جدا في الدوري. ما بنخافش من اي فرقه عادي جدا. يقول لك تخوفني بايه؟ قول لي سيراميكا على طول. يعني سيراميكا هتلاقيني خفت. ما بفهمش ليه بصراحه، يعني ليه بقى اخاف من سيراميكا؟ ويعني بقى باي فريق، يعني مثلا لعبت العين وكسبت ومش عارف لعبت مين وكسبت وكل كده، اجي قدام سيراميكا وبتحس بص بنعمل كده على طول. الشوط الاول انت بادئ بتشكيله نفس التشكيله بتاعت ماتش العين، فرق يوسف ايمن. فهو يوسف ايمن بس عشان ده بس نمسكه علشان ايه؟ نكمل. شاب جايبينه اعاره من الدحيل القطري، هو مصري او من اصول مصريه، مصري هو. انت موديل؟ هل انت موديل؟ يعني انت موديل طيب ولا ممثل ولا مغني؟ ولا عارف انت الناس اللي هم بيقفوا ويتصوروا بتيشيرتات ويبقوا عاملين كده، اللي هم بتلاقيهم على الانستجرام دول كده. اه. ده هو انت كده. انا مش شايف ان هو لعيب كوره، يعني مثلا ده مش ستايل لعيب كوره، مش ستايل مدافع، مش ستايل مهاجم. ما اعرفش جايبينه ليه. اداؤه وحش في الملعب، في التمرين وهو وحش. يعني بص الغلطه دي فاتح شوارع ما بينه هو ورامي، يا اما ما بينه هو واكرم. حاجه يعني الشناوي ورامي ربيعه كانوا جدادين منه. مش كده يا اسطى يعني؟ وبطيء. بترقص. اللي جابه العين، اللي جابته يعني العين اللي نظرت عليه ده كده عور. ماشي، اللي بصيت عليه ده. ايوه، انت ايه اللي عجبك فيه طيب؟ قول لي ايه اللي عجبك فيه. يعني هو يفرق ايه عن اي مدافع في الدوري المصري؟ يفرق ايه عن محمد اسماعيل بتاع زد؟ يفرق ايه عن احمد العيش بتاع زد؟ الزناري يفرق ايه عن كل اللعيبه دي؟ يعني العمله الصعبه وبتاع، واحنا ماسكين العمله الصعبه قوي وضيعنا منها صفقات كتير. نجيب ليه يوسف ايمن؟ توم غير مستحق. 2-1. انت ما رحتش على الجون كتير اساسا. لكن انت بتلعب الشناوي ورامي ربيعه. شابوه للصبح، وبالذات الشناوي. قلت لك كميه انفرادات مش طبيعيه. والجون اللي جه فيك جه من ضربه جزاء. انت اتقدمت. حسين الشحات ادالك واحده صاروخ كده من الصاروخ بتاعت حسين الشحات ايام الفورمه. سيراميكا تبقى ماسكه عليك الكوره حلوه قوي. لعيبه سيراميكا كويره. تقريبا احسن لعيبه كويره في مصر سيراميكا. ماسكه الكوره صح، تتنقل الكوره. ايمن الرمادي عامل فرقه سيراميكا دي، عاملها حاجه اداء عالي. والبودلة زي اللي في الملعب لعيبه كويسه جدا. لكن مشكلتهم ان هم الاخطاء. عندهم الاخطاء الدفاعيه بتبقى خلاص هي شوربه. بالذات من بيكهام. نفسي اعرف الزمالك كان بيتخانق على بيكهام ليه. بيكهام ده اصلا لوحده ثغره. الجزاء صحيحه على اكرم توفيق، سجلها بالحاج التعادل. خلاص ماركت وسام ابو علي يشوطها تخبط في زلاكا. زلاكا ده ليه جمال كتير علينا قوي. زي مثلا بتاع اطهر الطاهر بتاع الهلال. الكوره هو كان بيلعب في بيراميدز، الكوره كانت قدام الجون. والنهارده الكوره تخبط في ظهره وتغير اتجاهها وتخش الجون في الفاول. انت فنان والله العظيم. زلاكا ده انا بحبه. الشوط التاني اداء بقى مختلف. حط كوكا ونزلت قفشه. قعدت يوسف ايمن الموديل. وقمت منزل ايه؟ خالد عبد الفتاح. حلوياتك بقى. الاهلي بيبقى حلو لما تلاعب قفشه وامام. سواء انت هتلاعب امام 10 او 8، هتلاعب قفشه 10 او 8. ده لعب الاهلي المعتاد. 2-6 بتحجم لعيبه الاهلي. انت شفت اهو النهارده اهو. لما لعبت الشوط واحد قفشه وامام، اللي ده كان كويس ازاي. فتحت اللعب بتاع سيراميكا تماما. قفشه بقى بيخترق، قفشه بقى بيلعب من ناحيه اليمين، قفشه بقى بيلعب في نص الملعب. لما يكون عندك لعيب في نص الملعب صانع العاب. معنى صانع العاب مش بتحاول انك انت تليسه زي مثلا كوكا. كويس جدا. بس انت عاوز تليسه ان هو لا خليك صانع العاب. او اكرم توفيق خليك صانع العاب. لا، هم مش كده. قفشه صانع العاب صح. ماسك الكوره صح. بينقل الكوره باصص الملعب حلو. قفشه وبالذات بقى لو هو في يومه. قفشه فتح لك الملعب، ادالك كوره لطاهر. طاهر اللي عامل اداء حلو جدا. حرام لو طاهر ما ندلوش كلامه ولا نديله حقه في الماتشات اللي فاتت دي كلها، بما فيهم ماتش النهارده. بقى بيجري، بقى بيشوط، بقى بيباصي، بقى بيلعب، بقى لاعب، بقى بيلعب. مش بقى اي لعيب تاني، لا بقى بيلعب حلو. بقاش لعيب اللي هو بالشوكه والسكينه. عمل لك اسيست وسام ابو علي المهاجم القناص. انا هفضل كل فيديو اقولها قناص مش المحطه. قناص. كوره بالدماغ. ثلاثة دلعني. دلعني هفضل اقولها كل دلعني يا اسام. امام عاشور ضيع كوره. طاهر محمد طاهر رقص اللعيبه وبصاها الامام. امام هو الجون خلاص. وشوطها بالراحه ركنها. بصيها حتى. شاطها جت في العارضه تلعب بره. بعد كده الجون بقى الرابع جون حلاوه. طحينيه. قمر. قفشه برضو قفشه. بص ركز. قفشه اتسبب في كام كوره. قفشه يبصيها. امام وسام طبعا فوتها له تمام. التفويته بتاعت وسام حلوه قوي. امام بصيها حلوه قوي 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 لحسين الشحات. حسين الشحات حطها بمعلمه مش طبيعيه من تحت تحت بسام الحارس بتاع سيراميكا. الجون الرابع. ايوه هو ده الاهلي بقى.
الاهلي رجع، الاهلي عمل اداء حلو، كسبنا الماتش. تلعب باقي الماتش خلاص فور فن. بعد كده انت جالك الكوره، طاهر محمد طاهر كان لازم فعلا النهارده يبقى ليه جون. عمل اداء كويس جدا جدا النهارده، يعني طاهر محمد طاهر مخلص الماتش باسيست وبجون. عمل لك اداء حلو قوي، هو اللي اتسبب في الفاول بتاع وسام ابو علي اللي جاب فيه منه الجون. وسام ابو علي الجون الثاني في الشوط الاول يضغط وسام لعيبها حلو قوي يا جماعه، مهاجم حلو، مهاجم حتى بصير، مهاجم مكتمل، عارف المتكامل. عمل لك كوره في ضغط على رجب نبيل، طاهر محمد طاهر جري عليها، بصاها لوسام، وسام واحده بوش رجله كده، طاهر محمد طاهر كوبري من على بسام. فتح الملعب حلو قوي كولر الشوط الثاني. 5-1 للاهلي. الجون بقى بتاع القندوسي خطأ دفاعي متكرر من لعيبه الاهلي. ان القندوسي يعني هو دلوقتي اكرم توفيق على اللعيب اللي هو اسلام عيسى اللي بيرفع الكوره، خالد عبد الفتاح واقف وراه مش ماسك حد، رامي ربيعه واقف ورا خالد عبد الفتاح مش ماسك حد. القندوسي دخل ما بينهم، دخل وراهم مش ما بينهم بقى، وراهم وحط الكوره. هتقول لي طيب يحيى عطيه الله فين؟ ماسك فخري لقاي. هتقول لي الشناوي ما طلعش ليه؟ الله اعلم. عرف بس الغلط 80% من اللعيبه دي. تنهي الماتش وب 5-2. الاهلي بدايه حلوه جدا، بدايه حلوه قوي لابطال نص العالم بفوز على سيراميكا 5-2. عملت اداء حلو، كولر غير التشكيله بالطريقه الحلوه دي، يا رب يكمل عليها، انها قفشه وامام يكمل في الملعب حتى لو كتبديل بس تكمل عليها. الف مبروك للاهلي، يا رب نستمر على كده، بدايه حلوه قوي، تكييفه حلوه قوي. نخش في الماتشات الجايه ان شاء الله على خير. سلام.